القصة اللي احنا هنحكيها النهاردة حصلت في اليمن. حكاية مشهورة جدا لراجل اسمه صالح، والراجل ده حضر فرح للجن. الحكاية غريبة جدا وفي نفس الوقت مرعبة. يا ترى ايه اللي حصل فيها؟ تعالوا نعرف مع بعض. في سنة 1999 في اليمن وبالتحديد في محافظة المهرة كان عايش راجل بسيط اسمه صالح. وقتها كان عنده 35 سنة، متجوز وكان مخلف بنتين وولد. هو كان شغال في مهنة الصيد. المنطقة اللي كان عايش فيها كل اللي فيها أكل عيشهم من الصيد، لأن هي منطقة ساحلية. صالح بيقول إن لما السمك قل في البحر الشغل قل جدا، أو نقدر نقول إن بقى معدوم. وده خلاني مش عارف أمشي حياتي، أنا واحد متجوز ومخلف وعليه ملتزمات. فلما الشغل وقف كل حاجة اسودت في وش صالح وما بقاش عارف يتصرف ازاي. في يوم جه لصالح واحد من اصحابه، ولما شافه متضايق وشايل الهم قال له انه يسافر لجزيره اسمها سقطرى. الجزيره دي من اجمل جزر العالم، وفي نفس الوقت مليانه بمناظر طبيعيه وجميله جدا. اقتنع صالح بالفكره لان كده كده هو مش لاقي شغل في مدينه المهرة. فقال لنفسه اما يسافر ويشتغل له شهرين ولا حاجه واكيد ان شاء الله ربنا هيفرجها عليه. بالفعل روح لبيته وقال لمراته على فكره زميله بانه هو يسافر لجزيره سقطرى ويشتغل هناك. هي في الاول ما وافقتش لان هي مش عايزاه يبعد عنها، بس هو ما قدرش يقنعها. ومن هنا صالح جهز نفسه للسفر وودع مراته وبنته، وبعدها اتحرك للسفر واتحرك لحضرموت، ومن هناك ركب سفينه واتجه لجزيره سقطرى. وصل صالح للجزيره الساعه 4 العصر، واول ما وصل اتجه لمنطقه اسمها حديد علشان يعني يشتري من هناك اكل وشرب وكده، وبعدين يروح للساحل علشان يبات هناك للصبح، ومن بكره يبقى يروح للمكان اللي فيه الصيادين يسجل فيه نفسه ويبدا يشتغل. هو قرر ان هو يبات على الشط لان ما كانش معاه فلوس اجره لاوضه في فندق، فقال ان هو هينام على شط البحر للصبح. المهم هو جاب الاكل والشرب من حليب وبعدها راح للساحل ده. يعني كان بعد المغرب لما وصل هناك كده قعد صالح على الشط وفرش الاكل اللي جابه، وكان جعان جدا من السفر. بعد ما اكل جسمه همد وكان محتاج ينام، فراح لمكان ما فيهوش ناس كتير وفرش على الارض ونام على الشط. المنطقه اللي نام فيها كانت هاديه جدا وشبه ما فيهاش مخلوق، وكان في تله كبيره من الصخور كانت موجوده هناك. مكان معزول عن الناس، فقال يعني ده افضل مكان انام فيه، اهو هادي ومفيش حد هيقلق نومي. صالح نام من كتر التعب على طول، بمجرد ما حط راسه على الارض نام. بس فاق فجأة صالح على صوت مزمار. صحى مفزوع من الصوت، اتلفت يمين وشمال علشان يعرف الصوت ده جاي منين. هو لسه سامع صوت الزمر بس مش قادر يحدد مكانه فين. قال لنفسه يمكن ده فرح لحد عامله قريب من المكان اللي انا فيه، فما حطش في باله وفرد جسمه وفضل يتأمل في السماء والنجوم ويستمتع بالجو الجميل. في الوقت ده صالح حس بجوع شديد، بطنه حرفيا كانت بتتقطع لان هو جاع فجأة كده. بس المشكلة إن مفيش مكان قريب يجيب منه أكل. قال لنفسه استحمل شوية لحد الصبح وابقى كل. صالح فرد جسمه وفضل يتأمل السماء والنجوم ويستمتع بالجو النظيف والهواء النظيف، لكن فجأة شم ريحة بخور جميلة جدا. جزيرة سقطري مشهورة بالبخور، وهناك هتلاقي أفضل أنواع البخور. المهم هو مش عارف ريحة البخور دي مصدرها إيه، بس ما استغربش لأن الجزيرة معروفة بإن بيتباع فيها بخور من أفضل الأنواع. قال يمكن حد قريب بيبيع من هنا وأنا مش واخد بالي. قعد صالح وما حطش في دماغه لحد ما بدأ يشم ريحة أكل. أيوة، ريحة أكل جميلة جدا خلت بطنه تتقطع من الجوع. هو مستغرب المكان ما فيهوش غيره يعتبر مقطوع، وجاي ريحة بخور في الأول وبعدها ريحة أكل. في حاجة غريبة بتحصل، يا ترى إيه اللي بيحصل؟ قال لنفسه شكلك بتهلوس يا صالح لأن أنت جعان وبدأت الخيالات تلعب، بس لسه الأغرب هو اللي هيحصل. فجأة ومن غير سابق إنذار صالح بدأ يسمع صوت طبل وزمر من تاني، وصوت ضحك لستات ورجالة وأطفال. اتلفت حواليه وما كانش في حاجة. الصوت سمعه بس مش عارف جاي منين. بيبص وراه فجأة لقى خيمة كبيرة جدا، يعني على بعد كام متر منه كده، وفي نار كبيرة عند الخيمة دي وناس ملفوفة حواليها. صالح اتعجب، الخيمة دي ظهرت امتى؟
ده من اقل من ربع ساعه ما كانتش موجوده ولا كان في اي حاجه موجوده وكنت لوحدي. قال لنفسه يمكن كانت موجوده ومن الجوع ومن التعب اللي انا كنت فيه ما خدتش بالي. قرب صالح من الخيمه وفضل يبص على الناس اللي كان شكلهم غريب ولبسهم غريب جدا، وكانوا بيغنوا وفي اطفال بتلعب حوالين النار، والمنظر يبين ان ده فرح. شامم ريحه الاكل اللي حرفيا كانت بتخلي ريق صالح يجري لانه كان جعان جدا. قرر صالح انه يخش ويسلم على اصحاب الخيمه دي ويقول لهم ان هو غريب عن المكان، فهنا ممكن يستقبلوه وياكلوه. صالح دخل وندى وقال لي اصحاب الخيمه انا غريب عن المكان. وهنا في راجل عجوز بلحيه بيضه كده طلع له وقال له اتفضل ادخل. دخل صالح الخيمه وشاف جوه ناس غريبه قعدوا. هو قعد جنب الراجل العجوز اللي دخله، وبعدها تقدم له فنجان قهوه. مسكه وبدأ يشرب. بس هنا حصل حاجة غريبة جدا. لما صالح كان بيحط فنجان القهوة على بقه وبيشرب ما كانش بينزل قهوة من الفنجان. الفنجان جواه القهوة بس مش بتنزل نقطة على بقه، كأن الفنجان فاضي. شرب مرة كمان ونفس الحكاية مفيش قهوة. هنا بص حواليه وكان شايف الناس عادي، كل واحد ماسك الفنجان وبيشرب يعني في استمتاع والدنيا حلوة. ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. قال لنفسه لو انا قلت لحد على اللي بيحصل هيقول عليا مجنون. فكر ان هو يحط الفنجان على الارض ويسكت ويعتبر ان مفيش اي حاجه حصلت. فضل صالح قاعد عمال يبص في وشوش الناس، كان بيراقبهم. صالح جت عينه عند النار، شاف هناك كذا طفل واقفين عندها وبيلعبوا. فضل يبص على المشهد ده لحد ما في النهايه كل الاطفال دخلوا جوه النار حرفيا. هم جوه النار وما حصلهمش اي حاجه، جسمهم بقى جزء من النار وطلعوا وبقوا بالمنظر ده، اجسامهم مشتعله فيها النار بس بيضحكوا وبيلعبوا عليه جدا. المشهد ده صدمه، بس هو ملحقش يخرج من الصدمه دي لان حصل بعدها كارثه تانية. فجاه دخل عليه اتنين شكلهم مفزع جدا، وشهم ما فيهوش ملامحهم مطموسه، مفيش لا بق ولا عينين زينا ولا اي حاجه. لما اتفزع من شكلهم قعد مكانه وما قدرش يتحرك ولا حتى يصرخ. الصدمه كانت كبيره عليه جدا. فضل يردد ايات من القران الكريم. آية الكرسي فضل يكررها كتير كتير لحد ما كل حاجة اختفت. ما بقاش في خيمة ولا بقى في ناس، يعني كل حاجة اختفت كأنهم ما كانوش موجودين أصلا. صالح هنا أيقن وتأكد إن هو كان في فرح للجن، وده أصلا لوحده صدمة مرعبة ليه. صالح بقى واقف لوحده عند الشط مكان ما هو كان موجود، عمال يتلفت يمين وشمال عايز يخرج من المكان الملعون ده بس مش عارف، لأن الدنيا ليل والرؤية مش واضحة ومش هيقدر يحدد مكان خروجه من الشط الملعون ده. ما قداموش خيار غير إن هو يفضل في مكانه لحد ما الصبح يطلع. قعد مكانه وكان حرفيا قمة في الرعب. ما هو اللي حصل معاه مش سهل. تخيل إن أنت كده كنت من لحظات وسط كائنات جن وكنت حاضر فرحهم. ليلة مرعبة يعني بصراحة. صالح كان بيفتكر المشاهد اللي شافها من ساعة ما جه المكان الملعون ده، وعمال يفكر فيها من أول ما صحى أول مرة على صوت المزمار لحد ما ظهرت خيمة فجأة في المكان، ونهايته بالمشهد الأخير لما شاف شخصين من غير ملامح في وشهم. فضل يفكر لحد ما شاف قدامه اتنين ستات ماشيين من على بعد كده. يا ترى ايه اللي جابهم في المكان ده دلوقتي؟ ده السؤال اللي سأله صالح لنفسه لما شافه. ما قدرش صالح يحدد شكلهم، بس هما اتنين ستات ماشيين في هدوء ولابسين عباية سودا. صالح كان باصص لهم وهما ماشيين. فضلوا ماشيين قدام عينيه لحد ما اختفوا في الضلمة، ومع اختفائهم بدأ يسمع صوت بكاء لطفل. طفل صغير كان بيعيط، بس صالح اتفزع من صوت الطفل اللي بيعيط، لأن مش طبيعي إن في طفل يكون موجود وبيعيط في المكان مقطوع زي ده. بس هو طمن نفسه وقال ممكن يكون طفل تايه، يعني لما امشي ورا الصوت كده ممكن يكون تايه من اهله، والستات اللي انا شفتهم دول كانوا بيدوروا عليه. هنا صالح مش ورا الصوت. كل ما كان بيمشي الصوت كان بيكون قريب جدا منه، بس مش عارف يحدد هو فين بالظبط. فهنا اتاكد بقى ان الصوت ده مش لطفل عادي، ده اكيد واحد من اطفال الجن. خوف صالح زاد قوي، وزاد اكتر لما سمع بكاء الطفل. اتحول لصوت ضحكات لاكتر من طفل، يعني العيط اتقلب لضحك. الخوف سيطر على صالح وكان بيجري زي المجنون مش عارف يروح فين، يجري من غير هدف، بيجري وخلاص. فضل يجري لحد ما لقى نفسه عند تلة الصخر الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو. وقف عندها صالح، ما
كانش قادر ياخد نفسه من كتر الجري. قعد صالح على الارض، وبعدها قعد يشوف خيالات هلاميه بتظهر من العدم، وكانت رايحه في اتجاه البحر. كانوا كتير قوي وبيجوا ناحيه البحر وبيخشوا جواه وبيختفوا. الخيالات زي ما ظهرت قدامه فجاه اختفت جوه البحر وما بقاش لها وجود. صالح يعني ما كانش بيلحق يفوق من مشهد قال لو هي ثواني ويخش في مشهد تاني مرعب اكتر من اللي قبله. مش عارف يعمل ايه، عمال يردد ايات من القرآن الكريم وادعية كتير ان ربنا ينجيه من اللي هو فيه. من الرعب فضل يجري، خوفه كان مسيطر على كل جسمه. جرى لحد ما لقى حفرة، قرر ان هو ينزل فيها ويستخبى من الرعب. لما نزل في الحفرة دي نام من التعب. صالح نام يعني بتاع ربع ساعة كده، وصحى على حد بيضربه في رجله. فاق مفزوع في حد بيضربه ضربة قوية جدا على رجله. اتنفض علشان يلاقي الراجل العجوز ابو لحية بيضة واقف قدامه، هو نفس العجوز اللي قابله في الخيمة. صالح صرخ وقال له لو انت جن اعوذ بالله منك، ولو انت انس ما تأذنيش. العجوز رد بصوت خشن يخوف، امشي من هنا، ده مكاننا، وانت جيت قلقتنا. الراجل قال الكلمتين دول واختفى من قدامه. صالح جرى تاني وعمال ينهج ويصرخ، وكان بيدعي ان اليوم ده يعدي والصبح يطلع. من كتر الجري وقع من طوله، ما كانش عارف ياخد نفسه. قعد مكانه وفضل يردد برضه في ايات من القرآن ويدعي ربنا لحد ما اخيرا الصبح طلع. لما الصبح طلع حمد ربنا ان اليوم الصعب اللي عاشه ده عدى. يوم كان صعب جدا، لولا ساتر ربنا كان زمانه ميت من الرعب. صالح اتجه للقرية اللي موجود فيها الصيادين زمايله، ولما وصل حكى للصيادين قصته اللي كلها من الأول للآخر بالتفصيل. هما صدقوه وقالوا له إن المكان ده أصلا مسكن للجن، محدش بيقرب منه بالليل. احمد ربنا إن ربنا سترها عليك وإن أنت ما تأذيتش منه. استلم صالح شغله وعاش هناك، وبعت لمراته تيجي هي وأولادها كمان يعيشوا معاه بعد ما ربنا فتحها عليه. حكاية صالح بقى معروفة ومشهورة في اليمن كلها، وبالأخص في جزيرة سقطرى، معروفة باسم حكاية الحاج صالح مع عرس الجن. وبكده انتهت حلقة النهاردة. أرجو لو القصة عجبتكم تدعونا باللايك والتعليق والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أحمد حمدي.